والنهارده جه ميعاد اول حلقه من حلقات مسابقه دكتور محمد طنطاوي. انا سعيده جدا بالمسابقه، سعيده جدا بان ربنا الهمني بالفكره دي. ده علم ينتفع به في ميزان حسنات والدي اللي كان محب جدا للعلم، واللي كان هيبقى مبسوط قوي قوي بفكره المسابقه دي. كل الهدف ان انا عايزه اوصل لكم معلومه طبيه صحيه صح، عشان السوشيال ميديا مليانه معلومات غلط كتيره. الواحد يبقى منفوخ كده وبيقولها بثقه، فمن كتر ما هو بيقولها بثقه تبان انها صح، وهي بتبقى غلط وبتاذينا وبتاذي صحتنا. في نفس الوقت انا عايزه اقلل شويه يعني مستوى التفاهه والسطحيه اللي عمالين نقراها في السوشيال ميديا، فنتعلم حاجه صح ونعلمها للناس اللي حوالينا. الناس اللي كتبت في الكومنتس وكانت زعلانه بتقول طب ما احنا لما نكتب في كومنتس الناس هتغش. يا جماعه الهدف كله ان احنا عايزين نتعلم معلومه صح، عايزين نتفرج على الفيديو. فانا بس عامله المسابقه دي عشان اشجعكم، عشان تعرفوا المعلومه وتتشجعوا وتحلوها، والناس تبقى عرفت، واللي يعرف معلومه يعلمها غيره وبرضه هيكسب ثواب. دلوقتي بقى نقول حلقه النهارده. ناس كتيرة ربطت الرياضة بالدايت وبالخسان وبالتخن. محدش يعرف ان انا كبني ادم طبيعي انا محتاج ان انا اتحرك يوميا. انا لازم اتحرك لان الحركة مفيدة جدا لصحتي، بتحميني من امراض السرطانات، الضغط، القلب، السكر. المناعة بتقوي جدا من المناعة، بتحسن الذاكرة وتخلي الواحد يقدر يحصل اكتر، يقدر ياخد قرار احسن، تفكيره يبقى احسن، بتحسن المود، وبتبقى من الحاجات اللي بتستخدم في علاج مرض الاكتئاب. فانا كبني ادم، انا بني ادم محب للحركه. في حد كان مره قال البني ادم انتوخ بطبعه. انا اسفه جدا، انا ما بحبش الكلمه دي. البني ادم مش انتوخ بطبعه، الانتخه هي سبب كل مشاكل اللي احنا فيها. لما ما بنتحركش نبقى قاعدين في مكاننا، بالتالي حرقنا بيقل، بناكل اكتر، عندنا وقت فراغ كتير، عندنا مشاكل بقى، كل الاجهزه بتاعتنا مش شغاله كويس، لان اجهزه جسمنا شغاله على انها جسم البني ادم بيتحرك. تمام؟ طيب WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية عاملة جدول مرعب. عارفين عاملين جدول الحركة للبني آدم من عمر كام؟ سنة. كاتبين من أول عمر سنة إن الطفل المفروض يتحرك كام دقيقة في اليوم. سنة ل2 وبعد كده معاكم لغاية 18 سنة، وبعد كده من 18 ل 65 وفوق ال 65 الحامل لها جدول. حتى البني آدم القعيد اللي ما بيتحركش، اللي قاعد على الكنبة، ليه تمارين، ليه الرياضه بتاعته، ليه الحركه بتاعته. فمفيش حاجه اسمها مادام انا مش في دماغي لا تخن ولا خسسان ان انا ابقى انسان ما بيتحركش. طيب البني ادم اللي من 18 ل 65 سنه المفروض بيتحرك قد ايه؟ يتحرك من 150 ل 300 دقيقه مطلوب منه حركه او رياضه متوسطه القوه في الاسبوع. من 150 ل 300 دقيقة في الأسبوع، يعني احنا بنتكلم من نص ساعة لساعة يوميا، 5 أيام في الأسبوع، واليومين اللي باقيين ما يكونوش ورا بعض. يا جماعة انتوا متخيلين؟ عشان لما بيجي حد بيبقى عايز يخس يقولك بس لا بلاش رياضة. لا يا جماعة، الرياضة دي حاجة دي حاجة تانية خالص. أنا مش بقول لك روح الجيم واطلع وانزل أنا مش بقول لكم الكلام ده خالص. بقول لكم أبسط حاجة، اركن عربيتك بعيد شوية، انزل من التاكسي بعيد شوية وخدها مشي سريع. طبعا مش في الحر اللي احنا فيه دوت، بس على الاقل بالليل حاولوا تبقوا مشاوركم على قد ما تقدروا مشي. اعملوا اي حركه في البيت، الرقص، لو حد بيحب يلعب تنس، لو حد بيحب يعوم ينزل يعوم شويه في الميه. احنا محتاجين نتحرك يوميا من 30 دقيقة ل 60 دقيقة يوميا، 5 أيام في الأسبوع، بجانب إن مطلوب مني على الأقل إن أنا ألعب مرتين حاجة اسمها تمارين مقاومة، ودي موجودة كتيرة جدا على اليوتيوب. اكتبوا بس تمارين مقاومة، بتبقى مدتها من 6 ل 10 دقايق، موجودة يوتيوبس كتيرة. بيعملوا حتى بأزايز المية، مش لازم يكون عندك دمبلز. ليه؟ عشان بتشد العضلات، بتشد العظم بتاعنا، بتخلينا مشدودين، مهمة جدا لصحة عضلاتنا. الجهاز الحركي بتاعنا بقى، جسمنا اللي شايلنا، الهيكل العظمي اللي شايلنا، فده لازم على الاقل مرتين في الاسبوع، كل مره تقريبا 10 دقايق. يبقى انا مطلوب مني ان انا بني ادم ابقى انسان متحرك وليس انتوخ. البني ادم ليس بني ادم انتوخ. تمام؟ حتى في دراسه حلوه جدا اتعملت، لو ان الناس اللي بتروح تقعد تهري نفسها في الجيم دي، تهري نفسها في الجيم، لو رجع وقعد بقى على الكنبه ومد رجله قدام التلفزيون والبوب كورن جنبه كده عمال يتسلى فيه، قال لك ولا كانه عمل اي حاجه. البني ادم لازم يكون بيتحرك طول الوقت. مش يا فلان هاتلي، يا فلان لا، قوم انت هات كوبايه الميه واغرف لنفسك واعمل كل دي تتحط في ميزان الحركه بتاعك. ودلوقتي نيجي بقى لميعاد سؤال الحلقه بتاعتنا. من عمر 18 ل 65 سنة مطلوب مني كام دقيقة في الأسبوع تمارين متوسطة القوة؟
سؤال سهل جدا، اللي اتفرج على الحلقة هيقدر يجاوب السؤال بمنتهى البساطة. كام دقيقة في الأسبوع من التمارين متوسطة القوة؟ هتكتبوا لي الإجابة في الكومنتس على الفيديو ده، على البوست ده. هفتح الكومنتس لمدة 24 ساعة وبعد كده هقفلها. حظ سعيد ليكم وأشوفكم على خير إن شاء الله.